كل ده كان كذب مؤقت، وكل واحد بيبان على حقيقته ومعدنه الأصلي. مع مرور الوقت كان لازم أتعلم وأعرف أفرق ما بين الشخص اللي بيحبني والشخص اللي بيحب المشاعر اللي بياخدها مني. وبقيت بتمنى من ربنا إن ما يوقعنيش تاني في ناس مش شبهي. هحكي لكم قصة. ولد بعتالي، المرة دي ولد مش بنت، بيقولي على فكرة زي ما البنات بتتخدع الولاد برضو بتتخدع من البنات. استغربت كلامه في الأول، بس حبيت أقرأ القصة اللي هو بعتها. بيقولي أنا حبيبة العمر خدعتني. إزاي حبيبة العمر خدعتك؟ قعدت أقرأ الرسالة لأنها شدتني. هو بيحبها من وهما مع بعض في ابتدائي، يعني من هما متربيين مع بعض، طلعوا لقوا نفسهم بيحبوا بعض، بيخافوا على بعض، لغاية ما دخلوا مع بعض نفس الكلية. من كتر حبهم ومذاكرتهم مع بعض دخلوا مع بعض نفس الكلية. قضوا أول سنة وهما لسه بيحبوا بعض. تاني سنة البنت بدأت تتغير. بيقولي اتغيرت في كل حاجة، تغير شامل. أنا حسيت وجامد. بقيت أكدب نفسي لأن أنا بحبها. وهي لما كنت بسألها تقولي عادي مفيش حاجة، مشغولة في الدراسة، مشغولة في الكلية. بس أنا كنت حاسة إن هي متغيرة، لغاية ما جه واحد صاحبي وكشف لي الحقيقة إن هي بتحب أعز صاحب ليا. بس أنا ما كنت زعلانة إن هي بتحب أعز صاحب ليا، لأن صاحبي ده ما كانش يهمني زي ما هي بتهمني. بيقولي أنا اتخدعت فيها أكتر من صاحبي، لأن هي حبيبتي أنا. إزاي كل العمر ده والسنين دي كلها الطويلة معرفش إن هي بتخدعني؟ عرفتي بقى ليه بقولك زي ما في بنات بتتخدع في ولاد بتتخدع؟ بس الولاد لما بتتخدع بتتكسر جامد. بتحس ان خلاص الدنيا مفيهاش امان. وانا فعلا حسيت بكده، ان انا كده معرفهاش وما بقيتش عارف حد وما بقيتش اثق في حد. انا بقى حابه ارد عليه، اللي انت كنت فيه ده ما كانش حب، ده كان حب طفوله، كان حب اطفال. انت صادق في مشاعرك، لكن هي ما كانتش صادقه. كان حب الاطفال، حب الطفوله، صاحبي، جاري، حبيبي. لكن هي لما كبرت حست ان هي مشاعرها اتغيرت. وعلى فكرة ده مش غلط. الغلط ان انتوا اتعلقتوا ببعض من وانتوا صغيرين، علقتوا بعض جامد، وده غلط. مفيش حب اطفال، مفيش حد يطلع من هو صغير بيحب الشخص ده، لان المشاعر بتتغير. مرحلة المراهقة الناس بتتغير فيها. انت اخدت صدمة، بس الصدمة دي تعلمك ازاي تختار الناس الصح، ازاي تحب في الوقت الصح، ازاي كل حاجة ليها وقت صح. عيش حياتك وهتقابل حد بيحبك بصدق.